هعمل معاكم بقى النهاردة صينية كوسة باللحمة المفرومة والبشاميل في حتة تانية خالص. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. عصقت معاكم اللحمة زي ما احنا عارفين، جبت بصلتين كبار وضربتهم في الكبة وحطيت عليهم اللحمة وحطيت ملح وفلفل وبهارات وورق لوري وبس كده. تعصجت معايا اللحمة. بعد ما اتعصجت معايا اللحمة حطيت الطماطم، وبعد ما هتسبك فيها الطماطم مش هتبان خالص، هتبقى اللحمة بس هي اللي لونها احمر وهنشوف سوا. معايا هنا كيلو من الكوسة، غسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته قشرته زي ما حضراتكم شايفين كده بالمقوار المشرشر. بتدي المنظر ده، بتبقى شكلها اللهم بارك تحفة. وبعدين هقطعها معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده، بس انتي لو عايزة تقطعيها مدورة مفيش اي مشكلة. جبت بقى معانا هنا قطعتين من الزبدة، وبعدين هسيحهم وهحط عليهم مع بعض. بعد ما الزبدة تسيح خالص معايا وتحسي ان هي خلاص هتغلي معاكي، هروح جايبة معايا معلقتين من الدقيق، وتروحي جاية مقلباهم كويس في الزبدة لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي، بس كده مش عايزة اكتر من كده. صينية الكوسة دي بجد بتخش على قلبي في حتة تانية، خطيرة 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 فعلا. ومع موسم الكوسة في الشتاء بقى، والشتاء بيخلي الخضار جميل وطعمه حلو ومسكر وحلو قوي. حطيت معاكم هنا حوالي كوباية ونص بس من اللبن، ما حطيتش كتير، انا هعمل شوية بشاميل صغيرين. وبعدين حطيت واحدة مرق الدجاج، الحاجة الوحيدة اللي انا بحط فيها مرق الدجاج هي البشاميل. حطيت معلقة ملح صغيرة، حطيت فلفل اسود، وبس كده ومعايا احلى بشاميل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. بجد بجد لو مش بتحبوها لازم تعملوها وتجربوها وتحبوها. انا ما كنتش بحب الكوسه دي خالص لحد ما عملتها بطرق خطيره فعلا. ندمت على الوقت اللي انا ما اكلتهاش فيه. شايفين اللحمه لما اتعصجت مع الطماطم بقت حمرة كده، بس بتدي طعم حلو جدا. يعني بصي، غير برضو ما بتعصجي اللحمه لوحدها، اللحمه لما بتحطي الطماطم فيها في العصاج بتبقى تحفه تحفه. اللهم بارك. هنقلب اللحمه، نوزعها كويس جدا في الكوسه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. وبعدين بعد ما هنقلبها كويس جدا بنشوح شويه مع بعض علشان تدي طعم معانا. التشويح بتخلي اللي الخضار معايا يقفل انسكت وهو بيتشوح كده وينزل ميته، يدي طعم تحفه. لما تشوحي اي حاجه بتدي طعم، حتى الرز وانتي بتعمليه لما بتشوح بيبقى الرزايه مغلفه نفسها كده وما تعجنش معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. صينيه الكوسه بقى دي يا جماعه لو كلتيها بعيش تحفه. حطيتي بقى، لا انا بعملها مع شويه رز بشعريه كده، واللهم بارك في حته تانية يا جماعه. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. خطيره خطيره. انا ولادي ما كانوش بيحبوا الكوسه خالص. طبعا الكوسه دي فوائدها كتير جدا، مفيده جدا 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 لعضله القلب، فما ينفعش يبقى احنا عندنا إيه خضار فيه الفوائد دي كلها وما ناكلوش يعني، والله، وما نخليش ولادنا يستفيدوا منه. ما ينفعش، لازم بقى بأي طريقة حتى لو ولادك مش بيحبوها تخليهم يحبوها. بس كده وهي بتدي غلوة بس معانا كده. الكوسة خدتها وحطيتها على الفرن على طول. عايزة تحطي حتة زبدة على الوش مفيش اي مشكلة، بس هي مش محتاجة. انا معصجة اللحمة معانا، شايفين ما شاء الله. مش مكرونة دي، مش مكرونة، مش مكرونة والله، دي كوسة. كوسة يا جماعة، كوسة بالبشاميل، حاجة كده في حتة تانية.